ازيكم عاملين ايه؟ نعمل النهارده حلقه سهل وبسيط للجو الحر ده بطريقه سهله خالص بثلاث مكونات بس. هتعمليه في 5 دقايق، مش هتقف في المطبخ كتير ومش بياخد وقت ومش مكلف خالص وجميل، والطعم مش قادره اقولك. انت تعملي وتحكمي بنفسك. بيطر على القلب كده، يعني هو بينزل في القلب على طول، بيطر كده على القلب وجميل جدا وسهل وبسيط، وباذن الله مكوناته تبقى متوفره عندك وهتعمليه على طول بكل سهوله. يلا بينا نشوف عملنا الحلا ده ازاي وهو عباره عن ايه وبتكون من ايه. في الاول كده انا معايا 4 كوبايات لبن، حطيت عليهم كوبايه الا ربع سكر وكوبايه الا ربع سميد البسبوسه، وافضلي قلبي كده، ما تشيليش ايدك من الحله خالص علشان خاطر ما يكتلش معاكي، خليكي كده قلبي باستمرار على طول. شفتي بقى هو سهل وبسيط ازاي ب3 مكونات بس، اللي هو الحليب ودقيق البسبوسه والسكر، بس كده، مش بيعوز حاجه تانية خالص، هو كده وخلاص. تفضلي بقى كده قلبي باستمرار. انا طبعا كل شويه، انا مش متواصله في التصوير، بس انا بفصل وبرجع بوريكي تاني كل شويه. وكمان الحاجه اللي انا حطيتها هي معلقه سمنه، هو المفروض نحط زبده بس انا هنا حطيت معلقه سمنه بلدي، دي سمنه بلدي مش سمنه نباتي، فلو انت ما عندكيش سمنه بلدي حطي معلقه زبده. وافضلي بقى قلبي قلبي كده، خلي ايدك فيه على طول، لما تحسيه كده تقل معاكي بقى شبه المهلبيه كده، شوفي يعني ايه، ابتدي ان انت تطفي النار على طول. انا عايزه اوريهولك، مش عارفه هو واضح ولا ايه. قلبي كده علشان ايه ما يكتلش معانا. شايفه هو قايم ان هو لدرجه الغليان، طبعا هو مش بيربط معاكي قوي زي المهلبيه كده، بس خدي بالك لو انت شلتي ايدك منه هيتكتل معاكي والدنيا هتبوظ معاكي خالص. شايفه الفوران ده؟ بس طبعا ما كلكعش مني علشان من البدايه انا ايدي فيه. هطفي النار بقى عليه وهجيبه فين بقى كده على الرخامه. شايفه ده القوام بتاعه، القوام بتاعه جميل جدا. هاتي بقى البولات او الكاسات اللي انت هتصب فيها اي حاجه، وابتدي ان انت بقى صب ايه الحلا ده في البولات او في الكاسات اللي معاكي. في 10 دقايق بس بتكوني عاملاه، وطبعا بتسيبيه يبرد. انا ما سبتوش، ولادي ما سابوش لما يبرد، يعني اقسم بالله كلوه كده من حلاوته اتاكل سخن، ما سابوش لما يبرد. طبعا المفروض ان احنا كنا نسيبه نبرد وندخله التلاجة كمان، هو ملحقش يعني بصراحه يعني يدخل عندنا التلاجة. بتجيبي بقى كده اي حاجه، حابه الخطوه دي ماشي، مش حابه استغني عنها براحتك. انا هنا جبت جوز الهند وحطيتها كده عليه بس. حطي بقى انت سوداني مكسره، اي حاجه عندك انت حابه تحطها حطيها. عندك مثلا كريز وعايزه تحط عليه برضو حطي، مفيش مشكله، بس انا هنا حطيت جوز الهند واكتفيت بيها وكان جميل جدا جدا وطعمه بجد كان وهم. طبعا المفروض ان احنا نسيبه يبرد، بس احنا زي ما انا قلتلك احنا عندنا ما سيبناهوش يبرد، احنا كلناه سخن. المفروض ان هو بيدخل التلاجة يسقع علشان يرطب على قلبك في الجو الحر اللي احنا فيه ده. نجيب بقى معلقه كده وايه وندوق واوريكم القوام بتاعه عامل ازاي. شايفه جميل جدا جدا ولسه سخن، ولسه سخن ما سقعش كمان. ايه رايك بقى في الوصفه؟ بسيطه وسهله وفي 10 دقايق بس هتكوني مخلصه. لو الفيديو عجبك وما اشتركتوش في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.